اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج سحر الماضي. حلقتنا النهاردة عن سيد الانهار، نهر النيل. سيد الانهار، النيل هو عصب الحياة في مصر. استطاع المصري القديم اللي هو يروض النيل ويقبل التحدي ويخليه يستخدمه ويتعلم منه حاجات كتير جدا. اتعلم الاستقرار، اتعلم الزراعة، اهتدى الى علم الفلك. المصري القديم قدر يروض النيل ويتعلم منه. المصري القديم استفاد كتير من نهر النيل، لدرجة ان المصري القديم سمى النيل باللغة المصرية القديمة اترو، اللي هي كلمة الترعة اللي احنا بنستخدمها لغاية دلوقتي، وعمل له إله سماه المعبود حابي، ومثل المعبود حابي في الجنوب مصر باللون الاصفر. ليه؟ لان لسه نهر النيل بيكون جاي حامل معاه الطمي، فاللون مياه نهر النيل بيكون لونها اصفر، ومثلها في الشمال باللون بالمعبود حابي باللون الاخضر. وليه في اللون الاخضر؟ لان بعد كده بيكون مجموعه من النباتات والاحراش موجوده في نهر النيل فبتخلي اللون الاخضر. وبعد كده مثل المعبود حابي بالرجل وله ثديي الانثى، ده بيدل على الخير اللي كان بيجي من هذا النهر ومن هذا المعبود، وقدم له كدميه من الديم اللي كانت بيلقيها له في وفاء لهذا النهر الذي اتى بالخير معه من طمي واسماك في فتره في يوم 15 اغسطس، وده اليوم اللي احنا بنحتفل بيه لغايه دلوقتي بوفاء النيل. فجه عمرو بن العاص لما دخل مصر ونقل لسيدنا عمر بن الخطاب هذه العاده الذي كان المصريين القدماء يقومون بها برمي الدميه، فارسل سيدنا عمر بن الخطاب رساله الى سيدنا عمرو بن العاص، وكان محتوي هذا الاحتواء: ايها النهر النيل، اذا كنت تفيض لاجل تلك الدميه فلا تفيض، وان كنت تفيض بامر الله ففض. واخذ القائد عمرو بن العاص تلك الرساله ورماها في نهر النيل ففاض نهر النيل. النهر النيل كان له مقاييس من أقدم المقاييس اللي موجودة في جزيرة الفنطين ودندرة، وأيضا من المقاييس اللي موجودة عندنا في القاهرة مقياس الروضة، لدرجة أن لما كان نهر النيل يفيض ويصل مقياسه إلى 16 ذراع كانت بتبقى السنة رائعة ومتميزة، وكان أهل مصر يخرجوا الزكاة ويخرجوا الإخراج لهذا الاحتفال. ولو كان قل النهر النيل عن ال16 ذراع كانت بتبقى مشكلة كبيرة جدا، وكان بيبقى عام فيه جفاف ومجاعة، لدرجة المجاعة والجفاف اللي حصلت في الشدة المستنصرية اللي كان بيوصل فيها تمن البيت لرغيف خبز، ده عشان النيل ما فاضش وحصل جفاف في النيل. حفظ الله مصر وحفظ نيلنا. هذا هو سيد الأنهار، نهر النيل.